السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم بريوش بواحد الكريمة. نأكد لك كي تولي تذوقيها ما راحش تبدلي البريوش بلا بيها، تولي تعتمديها، تبرد على القلب. بزاف بزاف هايلة. نبداو على بركة الله في الوصفة. اول حاجة راني حنكيل لكم بهذا الكاس اللي يسموه ام وليد بين قوسين. عندي هنا 250 مليلتر حليب. انا الكاس تاعي يهز واحد 220 هكاك. درت كاس وشويه هكا تقريبا ملعقتين حليب دافي. هنا عندي نص كاس سكر، ملعقه خميره الخبز. نحركهم مليح ونخليهم 10 دقائق حتى تتفاعل الخميره مليح. بعد ما تفاعلت لي الخميره نجيب هنايا ملعقه صغيره خميره الخبز يعني 5 غرام. ملعقه صغيره كذلك بيكربونات. الا ما كانش عندك بيكربونات ديري الخل. هنايا عندي المفروض حبه بيض وحبه صفار بيض. راكم تشوفوا كيفاش جيت نكسرها تدفق لي كامل هذاك البياض. هاوني قاعده نلم فيه. مهم حبه بيض وصفار بيضه، قشور ليمون، و4 ملاعق زيت. هادو نخلطهم مليح ونجي نجمعهم بالفرينه. وما تنسوش لافاني، نسيت ما قلتها لكمشي. هنا الفرينه انني مغربله تقريبا 3 كيسان. وشيا كل فرينه وكيما نقولوا كل مره في كل فرينه وش تشرب ولا ما تشربش. يعني قادره تدي لكم 3 كيسان حتى 3 كيسان ونص. كيما انا دات لي تقريبا واحد 3 كيسان ونص باش هي تجي العجينه تتلاصق، ما تجيش حاكمه روحها وما تجيش جاريه، تجي شويه تلاصق باش نقدروا نتحكموا فيها، يعني ما تيبسوهاش وما تخلوهاش جاريه. كيما راكم تشوفوا هنا راني نزيد في الفرينه حتى نشوف العجينه تاعي وصلت للقوام المطلوب. هنا اللي عندها البيترا افضل شيء ديروا في البيترا. مي انا على جال كاين شي ناس ما عندهمش شي ولا اكثر نخدم بيدي. هنا نجيب ملعقه معمره تاع مارغرين تكون درجه حراره المطبخ، يعني ما تكونش يابسه باش ما تتعبكمش. وندخلها مليح في العجينه تاعي، نخليها تخمر، نغطيها نخليها بجيه ونرجعو نوجدو الكريمه تاعنا. هي عندي 300 مليلتر حليب، عندي لافاني، عندي ملعقتين نشا وملعقتين سكر، قشر الليمون هذيك اكيد، ولافاني باش تعطينا اكيد نكهه شابه ثانيه. وعندي 4 ملاعق عصير ليمون، 4 ملاعق. هنا خلطو كامل بارد في بارد ونحطها فوق النار على نار هاديه، نحرك مع التحريك المستمر اكيد حتى تعقد لنا وما تخلوهاش تنحرق باش تبقى فيها بنة القارص شابه. بزاف بنينه هاد الكريمه صدقوني، يعني كيما يقولوا تبرد على القلب. نحطها في الفريجيدير تبرد مليح مليح مليح. هنايا نرجع العجينه تاعي بعد ما تضاعف الحجم تاعها مليح، يعني خلوها تخمر. انا ما نكذبش عليكم خليتها ساعه ونص وهي تخمر. هنايا راح تعبكم، لازم ترشوا الفرينه باش تقدروا تكوروهم. انا ما وزنتش تقريبا، وليت غير نقطع وعيني ميزاني. نتوما كيما تحبوا توزنوا ويجيكم على حبه كيما تحبوا ديروا. نكورهم مليح من التحت. اهم حاجه لازم يكونوا مقفولين وحط على بابي كويسون ونخليهم يزيدوا يخمروا. انا ما تلصقوهمش، انا لصقتهم عاود تحولتهم. هنا ندهنهم بصفر بيضاء مع شويه حليب ولافاني. انا ندهنهم قبل ما نخليهم يخمروا باش من بعد ما نهبط لهمش الخمور. قبل ما نخمروا غير نشكلهم ندهنهم. الا شفتهم هكا من بعد يحتاجون نزيد لهم ندخلهم بعد ما خمروا لي مليح ندخلهم يطيبوا على 180 درجة. شوفوا لي شحال يجوا خفاف، الله يبارك ما شاء الله، يجي خفيف هايل. خلوه يبرد شوية ونجو الكريمة تاعنا. الكريمة هنايا نزيد لها ملعقتين تاع بودرة شونتيي وملعقتين تاع الحليب. خلطهم نضربهم مليح وتكون الكريمه تاعنا واجده. ضربوهم مليح باش ما تبقاش ديك الشونتيي حرشه. كاين انواع اللي تجي حرشه، يسمى ضربوها مليح باش تذوب لكم وتجي الكريمه تاعكم ليس هكا شابه. نجي نحشي الحبات التوعي بالكريمه. تحبوا تستعملوا لابوش، تحبوا تستعملوا كيما هكا ديريكت بالملعقه وصايي. هذيك كيما تحبوا نتوما على حساب اللي راح نقدموهم. انا قدمتهم غير هكا بالملعقه، كان راح الحال في الحق يسمى
ما كفانيش الوقت باش نديكوريهم. نعمرهم ونجيب لاجولي ولا المربى، اي مربى عندك، ندهنهم من الفوق ونرشهم بالسكر، سواء سكر عادي ولا سكر كلاس، هذيك شي اللي متواجد عندك ديريه. هو نورمالمون يجيب سكر كلاس، انا درت له سكر كلاس جاني ما شاء الله عليه. واللي ما يحبوش الحلاوه زايده ما يدهنوش ويقدموه ديريكت. صدقوني بزاف هايل خفيف. لاكريم هذيك بنينه سورتو كي تبرد. جربوه اكيد راح يعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش لايكاتكم وتعليقاتكم. سلام.